في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن حاجات محدش هيقولها لك عن نظافة الشخصية، ونزل الفيديو في ناس حبة حلوين سمعوه. ولكن لما جيت كده قعدت مع نفسي لقيت كده ان دايما مش كل الناس او كل الشباب، سواء يعني الولاد اكتر من البنات بصراحة، بيشوفوا ان النظافة الشخصية دي حاجة لو انا عملتها هبقى it's a girl، يعني انا كده خلاص بقيت a girl والحاجة دي ما ينفعش ان انا اعملها عشان خاطر ما تقللش من رجولتي وما تقللش من شكلي. ولكن الموضوع ده غلط بمعنى الكلمة. آه زمان أنا بدأت مثلا إن أنا أهتم بنفسي وأنا عندي كام سنة مثلا، يعني في ستة ابتدائي خمسة ابتدائي. بدأت إن أنا أهتم بنفسي جامد، وأجيب كريمات مرطبة وأجيب حاجات لشعري وأجيب سيرمز وأجيب حاجات من دي. كان الأول فعلا بمعنى الكلمة ما كانش في ناس كتيرة بتعمل. كنت ببدأ إن أنا أهتم بنفسي وأهتم بحاجات، لدرجة إن أنا أحيانا كنت أحس نفسي إن أنا إيه، لأ الحاجات دي بقت أوفر. مش هعملها قدام حد عشان ما يقولش مثلا إن أنا اتس جيرل قوي وده مش حاجات ولاد. بعد كده وقفت كده نفسي، طبعا يعني مش في يوم وليلة وقفت، طبعا قعدت سنين بقى وكده. وقلت إيه، إن الحاجة دي طالما هي مش عيب زي شعارنا اللي إحنا ماشيين عليه على طول، طالما مش حاجة عيب ولا حرام، طب خلاص انا دلوقتي ايه اللي انا مخليني ان انا اتكسف اعملها؟ ايه اللي انا مخليني حاسس ان هي عيب قدام الناس لا، حسيت ان الموضوع عادي جدا، وحسيت ان الموضوع ما يقللش من رجولتي ابدا. بالعكس، ده يزيد من رجولتي، يزيد بثقتي بنفسي، ويزيد كمان ان انا بتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ايه؟ الطهور شطر الايمان. وربنا قال ايه؟ ان الله جميل يحب الجمال. ويعني حاجات كتير جدا، وحاجات بتتكلم ان النظافة من الإيمان، وإن الدين نفسه بيتكلم ان الشخص لازم يبقى نظيف. ما ينفعش كده ان انت فجأة تقوم ايه، انا داخل واخد دش وهوبا لبست وهوبا نزلت. ماشي، اوكي، اتس اوكي. بس هل حضرتك مثلا حطيت ديودرنت؟ حضرتك مثلا شعر مناخيرك زي ما اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، هل طالع مثلا من مناخيرك في عامل منظر مش حلو؟ مسرح شعرك ولا مش مسرحه؟ ففي حاجات كتيرة جدا. انت ماشي، ممكن بهتم بنفسي بس مش بعمل الحاجات اللي المفروض اعملها، اللي المفروض تخلي شكلي، لا، شكلي it's a perfect one. بيزود ثقتي بنفسي، بتبع سنة. خلاص، مش عايز تعمل ده كله، حاسس ان الموضوع ده مش عايز ابنيه كعادة، ابنيه كعبادة. ازاي؟ ان انت اي حاجة بتعملها في نفسك، او اي حاجة عموما بنعملها في دنيتنا، اتبعها كعبادة. يعني ايه؟ ان انا بتعبد بيها لربنا. مذاكرة، بروح الجيم مثلا، بسافر، بصور دلوقتي مثلا فيديو، بعتبر ان انا بديكوا نصح ان انا بعتبرها عبادة. فده كله اعتبروه عبادة. ازاي؟ ان انت لو مهتم بنفسك فالناس تشمك، ما تشمئز منك، ما تشمئز، ما تحسش بقى في اشمئزاز كده لا ده ريحته وحشه نبعد. مثلا بتاكل توم وبصل مثلا، فانت مثلا ما غسلتش سنانك فبدأت الناس اشمئزت منك. ودي سبحان الله، يعني ده ربنا نفسه اتكلم عن عن الموضوع ده. لما انت رايح تصلي ما تاكلش توم او بصل عشان الملائكة نفسها بتتأذى. فده ايه؟ دي نظافة. ان هو ان انا اهتم بنظافة بقي عشان ما اذاش الاخرين. فتخيل ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن يعني الفم بس. تخيل بقى لو ريحتك كريهة اصلا، ريحة العرق، ريحة شعرك، ودانك مش نظيفة، شكلك مش نظيف، فده كله بيحصل اشمئزاز، بيحصل ان مفيش ثقة. حتى انت نفسك ما بيبقاش عندك ثقة بالنفس. ودي برضو الحاجات دي بتبني ان انت يبقى عندك ثقة بنفسك. حتى لو انت لابس اي حاجة، بجد بمعنى الكلمة، لو لابس اي حاجة، مثلا لابس تي شيرت وبنطلون عاديين جدا لكن ريحتك كويسة، مسرح شعرك، مهندم نفسك، هتلاقي بجد بجد ثقتك زادت. بلس طبعا ان انت لو اهتميت بنفسك واهتميت بالستايل لبسك وتنسيق الالوان وتنسيق، هتبقى في حتة درجة عالية كده. من غير بقى ما تتكلم بقى وتبان نفسك ومش عارفة تبين كاريزمتك، انت تبقى كاريزمتك باينة. طالما انت عايز تتجه نحو حتة الكاريزما، بلاش نحو الحتة اللي انا لو عملتها ابقى شبه البنات، خليها نحو الكاريزما يا عم. انت كاريزمتك كده it's perfect، طالما انت عايز تبقى كاريزما كده قدام البنات وحاجات من دي، تمام. بس ما تسيبش نفسك، ما تخليش تقول لنفسك لا انا عادي الحاجات دي، عمري ما هعملها قدام حد، وعمري ما هعملها، انا كده بقيت بنت. لا، انت ما كده بقتش بنت. ومن مطرحي هذا، من مكاني هذا، اي حد يقول لك كده قول له شوف ريحتك او شوف نفسك. اهتم بنفسك انت الاول.
طالما حاجة مش عيب ولا حرام برضه اعملها عادي، ما فيهاش اي حاجة. فالموضوع ده بصراحة كان دايما مش هنكر يعني، دايما كان على طول في بالي في السنين اللي فاتت، بس حاليا مبقتش مهتم. يعني مبقتش مهتم خالص. حتى لما رحت مثلا سكن في سنة أولى من 3 سنين مثلا، كنت باجي أحط الحاجات دي، كنت إيه بتكسف كده عشان كان معايا 2 في الأوضة. هي بصيت وما بعملش حاجة عيب يعني، عادي لما أحط كريم مرطب وصن بلوك وشفايفي متشققة فأحطها حاجة ترطبها، وأحط برفان وديودرنت، دي حاجة مش عيب. فحسيت إن حاجة دي موضوع مش عيب. فأنت لما تيجي تحط الحاجات دي عادي حطها، حتى لو أنت مثلا في مكان عام وحسيت مثلا الريحة بتاعتك مبقتش ألطف حاجة، طلع البرفان ورش عادي، مفيهاش أي حاجة بجد. فالحاجات دي اعتبرها عبادة مش عادة، لأن العبادة هتجازي عليها حاجتين: هتجازي عليها إن هي تبقى عادة اوريدي، وتاني حاجة هتجازي عليها حسنات، فدي تبقى حاجة كويسة. فحاول إنك تجرب الموضوع ده. يعني أنا بقول لك جرب الموضوع ده لمدة أسبوع واحد بس. أنا عايزك تجربه لمدة أسبوع، تهتم بنفسك، بنظافتك، بريحتك، ببشرتك لو هي متشققة عشان بدأ الشتاء يدخل، فممكن البشرة بقى المية السخنة فتحس إن هي بقت مقشفة. تهتم بشفايفك نفسها عادي، شفايفك بتبقى قشفة برضه تهتم بيها. تهتم انك تسرح شعرك، انك تحط البرفان، تحط الديودرنت، تبقى مهتم بلبسك وتنسق الالوان مع بعضها كويس. ده كله انا عايزك تهتم بيه لمدة اسبوع، وشوف بجد شعورك واحساسك لما تعمل كده. ثقتك هتزيد سبحانه وتعالى، يعني ربنا هيجازيك اكيد طالما انت بنيتك ان انت عاملها عباده، ان انت ما تاذيش الاخرين، وان تبقى ريحتك وحشه وابقى مسلم، شاب مسلم ريحته طيبه مش وحشه. بجد الاحساس ده كده هتلاقي بيغسلك من بره وجوه كده، هتلاقي نفسك لا ايه ده، انا ما كنتش بعمل ده من زمان ليه. فبجد بجد يعني انا عملت الفيديو ده عشان خاطر هو متبع عن الفيديو الاولاني. هو الفيديو الاولاني بيتكلم عن تفاصيل ازاي نهتم بنفسنا ونظافتنا. الفيديو ده بقى بيترتب ان انا ليه ما اعملش كده، ليه ما اكونش شاب عادي اهتم بنفسي وبكل حاجه. حتى كمان يعني سواء كان ولد او بنت بيسمعني، البنات برضو ممكن تعمل نفس الحركه، بس البنات هي اوريدي بتهتم بنفسها وبتعمل ده كله. فكانت انا بخاطب الشباب نفسهم، لان هم بيكسفوا ان هم يعملوا حاجه زي كده. لكن البنات ما شاء الله يعني احنا بنتعلم من البنات. وبرضو اخر حاجه عشان برضو محدش يقول كلمه كده ولا كده، احنا بنعمل الحاجه ان احنا ما نتعداش حدودنا فيها. يعني انا برطب وشي، بحط الصن بلوك، برطب شفايفي، برطب شعري، برطب ده كله. بس ما اجيش بقى مثلا يقول لك ايه، زي يعني في البلاد بره بيحط فاونديشن بقى ويحط مش عارفه كونسيلر عشان يخبوا الهالات لا، كده احنا زدنا بقى عن حدنا، والزايد عن الحد يتقلب ضد. فده مش احنا، ده مش احنا مجرد ان احنا بنرطب حاجات، يعني بنرطب بشرتنا بنخليها كويسه، مفيش اي تشققات، مفيش اي حاجه ان هي تضايقنا في بشرتنا. لكن بقى نبدا بقى نحط الحاجات زي البلاد الاجنبيه اللي بره والحاجات من دي، ده يحط عشان يخفوا الهالات ويخفوا الحبوب. لا دي مش بتاعتنا بقى دي، يعني ممكن نعالجها بالكريمات والحاجات من دي. فبس ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم وفرقت نسبة 1% حتى إن حد يقرر إن هو يغير من نفسه. وكمان ما تنسوش إن انتوا تقولوا في الكومنتس هل فعلا الموضوع ده بيأثر عليك، ولا بيأثر عليك من الناحية التانية. انت لو شفت حد كده بيأثر عليك من ناحية سلبية ونفسه تقول له حاجة إن اهتم بنفسك أو أي حاجة. وكمان قولوا لي في الكومنتس، او لكم قولوا لي حاجات كتيره في الكومنتس اهو، عايزين نشوفوا ايه الفيديوهات الجايه ونتكلم عن ايه. وبس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.